من أمام مديرية أمن القاهرة ما زلنا متواجدين لرصد التلفيات التي خلفها الانفجار الذي حدث صباح اليوم. يمكن هناك الآن رجال المعمل الجنائي ورجال النيابة يقومون بعملية فحص مكان الحادث. رجال النيابة ورجال المعمل الجنائي الآن يقومون بمعاينة موقع الانفجار، وكما يبدو في الصورة فإن الواجهة الأمامية لمبنى مديرية أمن القاهرة قد دمرت بالكامل. الواجهة الأمامية للمبنى دمرت بالكامل من جراء انفجار صباح اليوم. رجال النيابة والمعمل الجنائي الآن يتابعون أعمالهم في فحص الفجوة التي أحدثها الانفجار. وصلت حجم الفجوة من 6 أمتار ل 8 أمتار في الأسفلت المقابل لمديرية أمن القاهرة. الفجوة أحدثها الانفجار الذي حدث صباح اليوم من جراء وجود سيارة مفخخة دخلت إلى محيط مبنى المديرية واقتحمت البوابات ثم انفجرت. من الجدير بالذكر أيضا أن هناك بوابات حديدية أمام المديرية. يمكن الانفجار أو السيارة اقتحمت تلك الأسوار الحديدية وقامت بالانفجار. رجال النيابة والمعمل الجنائي يؤكدون أن ما تبقى من تلك السيارة هي قطع صغيرة وبقايا صغيرة جدا من السيارة التي تفجرت صباح اليوم. في الجهة المقابلة للمبنى يوجد متحف الفن الإسلامي، وهو كذلك الواجهة للمتحف دمرت بالكامل، وكان وزير الآثار متواجد صباح اليوم ومنذ ما يقرب من ساعة وتفقد التلفيات التي حدثت داخل المتحف، وأكد لنا أن هناك تلفيات بالآثار الموجودة داخل متحف الفن الإسلامي المقابل لمديرية الأمن. يمكن رجال المعمل الجنائي يحاولون فحص الفجوة التي أحدثها هذا الانفجار من قوة الانفجار ومن قوة السيارة التي تفجرت. أحدثت فجوة في الأرض وصلت إلى 6 أمتار، ويعني من 6 أمتار ل 8 أمتار في الأسفلت. كذلك شركة المياه القابضة أكدت أن هناك تلف في خط المياه الرئيسي في أمام مديرية القاهرة حدث نتيجة لهذا الانفجار. نحاول ألا نعطل أعمال رجال النيابة لكننا متواجدون أمام مبنى المديرية مباشرة. كذلك رجال النيابة والمعمل الجنائي الآن يقومون بفحص المكان ومباشرة أعمال رفع بعض البقايا من السيارة التي تفجرت لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الجريمة الإرهابية التي استيقظت عليها مصر صباح اليوم. يمكن يبدو الآن بعض المشاهد للحفرة التي خلفها هذا الانفجار. هي الحفرة التي خلفها الانفجار الذي حدث صباح اليوم، وكما يبدو في الصورة حجم هذه الفجوة في الأسفلت المقابل لمديرية أمن القاهرة. كذلك حطمت بالكامل أسوار المديرية وحطمت بالكامل واجهة المديرية. رجال المتفجرات أو المفرقعات متواجدون في عملية تمشيط دائم للمنطقة. كذلك منطقة عابدين بالكامل شهدت بعض التلفيات في المباني المحيطة لمبنى المديرية، يعني المباني المحيطة الخلفية لمبنى المديرية حطمت هي الأخرى واجهتها وحدث فيها بعض التلفيات الكبيرة. بعض المحال التجارية وبعض السيارات التي كانت متواجدة أثناء عملية التفجير حدث فيها تلفيات كبيرة جدا. وكذلك كما ذكرنا متحف الفن الإسلامي الذي تضرر كبير جدا، كما أكد لنا وزير الآثار. وزير الداخلية كان متواجد هنا وقام بمعاينة المكان وأكد على محاربة الشرطة للإرهاب، وأكد أنهم صامدون أمام محاولات الإرهاب الفاشلة لترويع الشعب المصري. كذلك محافظ القاهرة تواجد هنا صباح اليوم وقام بمعاينة المكان بالكامل، ويوجد الآن عدد كبير من المواطنين خلف الكردونات الأمنية التي قامت بها قوات الشرطة. الآن المكان مسموح فقط للتواجد لرجال النيابة والمعمل الجنائي لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الحادث. جزء كبير من المواطنين جاءوا إلى المنطقة للتعبير عن تأييدهم لرجال الشرطة ولرجال الجيش بعد هذا العمل الإجرامي.